السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل تورتية بتكلفة قليلة جدا جدا، إن شاء الله هتعجبكم. تطلع إن شاء الله نتيجتها أحلى من الجاهزة إن شاء الله. والتورتية دي للمبتدئين يتعلموها إن شاء الله. هنعمل التورتية بتاعتنا من الألف للياء، الكيكة الإسفنجية لحد التزيين بتاع التورتية إن شاء الله تبقى سهلة جدا وبسيطة وتكلفها قليلة جدا جدا مقارنة بتكلفة التورتية الجاهزة. مش هتكلفنا حاجة إن شاء الله. عندي هنا عشان نعمل الكيك الإسفنجي بتاعي، عندي هنا كوباية ومعلقتين من الدقيق الأبيض العادي، تمام، عليهم معلقة من النشا، معلقة أكل عادية ممسوحة ما تكونش مليانة، تمام. عندي هنا كمان نص كوباية من السكر الحبيبات العادي اللي بس يكون حبيبته ناعمة، تمام. عندي كمان ربع كوباية من المية. عندي كمان هنا 3 بيضات زي ما انتوا شايفين كده. هنا معلقة محسن كيك جل، تمام. العلبة دي اللي احنا شفناها مع بعض في المشتريات بتاعة الحلويات والكيك، اللي هي دي العلبة اللي هي بجنيه. لو هتشتري كمية هتاخدي معلقة كبيرة مليانة من المحسن الجل، تمام. عندي هنا كمان الفانيليا برضو كانت في المشتريات بتاعتنا. وهنحتاج معانا معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نحضر في الكيكه الاسفنجيه بتاعتنا. انا عندي هنا 3 بيضات، وب3 بيضات بس زي ما احنا شايفين كده هنعمل احلى كيكه اسفنجيه ان شاء الله، ونتيجتها هتطلع احلى من الجاهزه كمان مليون مره باذن الله. عندي هنا كمان نص كوبايه السكر. حط كل مقاديرنا على بعضها. معلقه النشا، عليها معلقه زيت، معلقه اكل، تعايري بنفس الكوبايه وتعايري بنفس المعلقه اللي هتعملي بيها كده. معلقه اكل، زيت، عندنا كمان معلقه خل، بسم الله، ربع كوبايه الميه، الدقيق اللي هو كوبايه ومعلقتين من الدقيق، تمام. عندي كمان هنا الفانيليا، دي فانيليا خام فما تكتروش منها، اللي هي الفانيليا السائله دي اللي احنا شفناها مع بعض في المشتريات، تمام، حوالي معلقه صغيره. وعندي كمان هنا المحسن الجل معلقه، لو حابه تزودها عن معلقه عادي ما بيضرش على فكره، بل بالعكس بيخلي الكيكه اسفنجيه وهشه وطريه كمان في نفس الوقت. دي كده كل المقادير الكيكه بتاعتي. بقى بعد ما حطيت مقاديري كلها على بعضها زي ما انتوا شايفين كده في الطبق بتاعي بالمضرب الكهربائي، بقى ضروري مضرب كهربائي، تمام، ما ينفعش نعمله بالمضرب اليدوي او بالخلاط. هنبتدي بقى نخفق في الخليط بتاع الكيك بتاعنا ده لحد ما اللون بتاعه يكون كريمي. شكل خليط الكيك زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين بيكون قوامه عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. شايفين اهو بيكون عامل زي الكريم شانتيه بجد. اللي هو المحسن كيك جل ده بيبقى عامل زي للكيكه الاسفنجيه، عامل زي السحر بالظبط ما شاء الله. عارفين ما اخدش معايا ضرب اقل من دقيقتين وما شاء الله زي ما انتوا شايفين. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، عشان انتوا لو عملتوا معلقه واحده بس هياخد معاكم ضرب كتير. معلقه محسن جل هتعمليها معلقتين، وهتزودي ربع كوبايه ميه كمان لان محسن الجل بيبقى قوامه تقيل جدا. فانت هتزودي معلقه اللهم صل على النبي، معلقه اكل كمان على المقدار اللي انا قلته محسن كيك جل، وربع كوبايه ميه كمان، وهتضربي فيه اقل من دقيقتين هيبقى جاهز معاكي زي بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. والمقادير بالظبط ان شاء الله هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. حلة الكيك بتاعتي اللي احنا شفناها مع بعض برضو في المشتريات، دي حلة مقاس 22. انا بطنتها الاول بزيت، وبعد كده حطيت فيها ورق زبدة وبطنت ورق الزبدة كمان بزيت. هننزل بقى بالخليط الكيك بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين خليط عامل ازاي تحفة، وحطينا كل المقادير على بعضها، لا فصلنا بياض عن صفار ولا تعبنا نفسنا ولا عملنا اي حاجة، وفي اقل من دقيقتين بقى جاهز معانا الكيك بتاعتنا. بعد ما حطيت فيها الخليط كله زي ما احنا شايفين كده، وحاولت ان انا اساوي الوش كده على قد ما قدرت.
وقبل ما ندخلها بقى الفرن نخبطها حوالي خبطتين 3 كده على الرخامة. ما بتخافيش، الهواء مش بيخرج منها ولا اي حاجة، يعني تعاملي معاها براحتك جدا، عكس الكيكة التانية اللي هي اللي مش فيها محسن جل، بنبقى خايفين جدا ان الهواء يخرج منها والكلام ده وتهبط مننا. لا، المعاملة معاها عادية جدا ما شاء الله، ونتيجتها ما شاء الله حلو. فرن شغال بقى على درجة حرارة 180. هدخل الحلة بتاعتي على الرف الوسطاني على الشبكة، مشغلة الفرن من تحت بس مش مشغلة الشواية. كده شكل الكيكة الاسفنجية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. انا اختبرتها بخلة كده زي ما انتوا شايفين، طلعت نظيفة، عرفت ان هي كده استوت. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. جابت اخر الصينية ازاي شايفين، هوريكم قد ايه علو الحلة بتاعتي ما شاء الله عليه قد ايه. حلوه جدا وناجحه جدا ما شاء الله. هسيبها بس تهدى شويه عشان لسه خارجه من الفرن حالا، وبعد كده هشيلها من الحله ونشوفها مع بعض شكلها ان شاء الله. دلوقتي بقى انا شلت الوش بتاعها زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهوله، بتشيل بالسكينه كده. هنقطعها. انا هعملها على 3 ديسكات، انا عايزاها تبقى عليها، مش عايزاها تبقى على 4، هي مش فارقه اصلا. هعمل بس علامه بالسكينه كده. حابه تعمليها على 4 اعمليها على 4، هي ما شاء الله عاليه. بعمل علامه بالسكينه كده، وبعد كده هدخل السكينه وافضل اقص كده، ادخل السكينه لاخرها. تمام اهي. دوري في الكيكه كده اهي. تمام، ده كده اول ديسك اتشال معايا. وده كده الكريم شانتيه بتاعنا اللي هنستخدمه في تزيين التورته بتاعتنا. ما شاء الله متماسكه جدا، حلوه، طعمها رهيب بجد، طعمها حلو جدا وغنيه جدا. ان شاء الله هتلاقوا طريقه الكريمه بتاعتنا. شايفين، هوريكم بس قد ايه متماسكه. شايفين قلبت الطبق بتاعي ازاي وما تقلبتش ولا اي حاجه. ده ليه؟ لان هي متماسكه جدا جدا. لو عايزين تشوفوا طريقة عمل كريمة الحلواني او كريمة التورتة والجاتو المتماسكة جدا او سرها، هتلاقوه ان شاء الله موجود في الفيديوهات، وهتلاقوه كمان موجود في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه عشان تعملوا كريمة متماسكة بالمنظر ده وطعمها غني جدا جدا. هنبتدي نزين في التورته بتاعتنا. عندي هنا اول ديسك انا مش هسقيها لان هي بصراحه مش محتاجه تتسقي، لان هي ما شاء الله طريه جدا جدا، مش محتاجه تسقي. لو انت عندك اللي هو العصير اللي هو الكمبوت ده، ممكن تسقيها بيه، او ممكن تسقيها اي عصير انت عايزاه، او ميه بسكر، او شربات عسل، يعني براحتك. تمام. دلوقتي بقى هنسمي بسم الله. عندي هنا الكريمه بتاعتي، شايفين ما شاء الله تقيله قد ايه. هعمل اول ديسك كده. دلوقتي بقى باللي هي السحبه دي او اللي هي المسطره دي اللي احنا شفناها مع بعض في المشتريات، هنسحب الكريمه بتاعتنا نظبطها بس كده. تمام، ده كده انا عملت اول ديسك. هعمل تاني ديسك بنفس الكلام اهو. بتظبطيها بقى، شايفين ما شاء الله بتساوي الكريمه ازاي. الطبقة التانية من الكريمة نحط بقى الديسك الأخير اللي هو الاسبونج بتاعنا. ده الاسبونج اللي هو بيكون تحت الديسك الأخير، هنحطه فوق عشان التورتاية بتاعتنا تكون متساوية. هنظبطها بس كده ونضغط عليها شوية بحيث ان هي تبقى متساوية. تمام. دلوقتي بقى انا حطيت طبقة من الكريمة على الديسك الأخير ده، وهسحبها بالسكينة بتاعتي دي بحيث ان هي تتساوى، وهوريكم شكلها ان شاء الله. انا جلست التورتايه بتاعتي كلها بالكريمه زي ما انتم شايفين كده من جميع الاتجاهات اهي. هاجي بقى بالسحبه بتاعتي دي او الاسباتيولا بتاعتي دي، هسحب الكريمه بتاعتي واسويها بحيث ان الشكل بتاعها يبقى متساوي. تمام. كده بس، مجرد ان انت تحطيها كده ودوري التورتيه بتاعتك. طبعا لو في اللي هو الطبق الدوار بتاع التورته هيسهل عليكي كتير جدا. انا سويت سطح التورتيه بالكريمه زي ما انتم شايفين كده، وجيت من الجنوب بالمسطره اللي هي المشرشره دي، مشيت على الجوانب بس كده عشان تاخد اللي هي التضليعه دي. صوص الشوكولاته اللامع بمنتهى السهوله ان شاء الله، وبمقادير مظبوطه جدا ومتجربه.
انا معايا هنا مقاديري. عندي هنا معلقة ونص او معلقتين من الزبدة. عندي هنا كمان ده كده شكل صوص الشوكولاتة بتاعنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. صوص ناعم ولامع زي المراية زي ما انتم شايفين كده. لو حسيت ان هو فيه اي كلاكيع بتضربيه بالهاند بلندر او بمضرب كده يدوي عشان الكلكعة تفك منه. تمام. وبعد كده بقى بتسيبيه على جنب يبرد تماما عشان تقدروا تصبيه على التورته او الكيك او الجاتو او اي حاجه انت هتستخدميه فيها عشان طبعا ما يسيحلكيش الكريمه. تمام. هسيبه يرتاح شويه وبعد كده هنشوف مع بعض. هحطه على كريم على تورتايه ونشوف شكلها ان شاء الله. ودلوقتي ده كده التورتايه بتاعتنا اللي هنشوف عليها صوص الشوكولاته بتاعتنا. ده كده شكل صوص الشوكولاته بعد ما برد. انا سبت بس شويه على الرخامه يبرد. هنشوف اهو. بسم الله. شايفين ما شاء الله صوص لامع جدا اهو. حاول بس نغطي. دلوقتي بقى هنزين هنعمل روزيتات كريمه كده على التورتيه من فوق بعد ما حطينا صوص الشوكولاته اللامع اللي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعمل روزيتات كده على سطح التورتايه عشان نكمل التزيين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني روزيتات بسيطه كده. انا بس بعمل بالراحه عشان ايه تاخدوا بالكم من اللي انا بعمله. ما شاء الله شايفين الكريمه بتاعتي متماسكه قد ايه. ده كده شكل الكريمه كمان انا ما دخلتهاش التلاجة خالص نهائي ومتماسكه قد ايه ما شاء الله اهي. ده كده شكل التورتيه بتاعتي. ده شكل التورتيه بتاعتنا بعد ما خلصتها روزيتات كريمه زي ما انتم شايفين كده. وعندي هنا بقى الكرز اللي هو الاحمر هزين بيه التورتيه بتاعتي عشان شكلها يعني ينطق شويه اهو. حط في كل روزيتا كده واحده كرز. ممكن تحطي واحده وواحده. كده الشكل النهائي للتورتيه بتاعتنا. تزيينها بسيط جدا زي ما انتم شايفين. ولكن شكلها حلو جدا ان شاء الله هتعجبكم. وتكلفتها بسيطة جدا مش هتكلفك اي حاجة لو عملتها في البيت ده غير انك عاملاها بنفسك. حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم زي ما انتم شايفين كده. انا جيت هنا بقى في الشوكولات كريسب ده. انا كنت هحط روزيتات كريمه بس لقيت الطبق اللي انا حاطه عليه التورتايه بتاعتي صغير فما كانش هينفع ان انا اعمل روزيتات كريمه في الجنب كده زي حزام كده يعني. ففكرت ان انا احط اللي هي الشوكولات كريسب ده شكلها حلو برضو اهي زي ما انتم شايفين شكلها بسيط جدا ورقيق ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات طبعا رأيكم يهمني اكيد. قولوا رأيكم في التورتايه دي بقى شكلها حلو ولا مش حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك للفيديو بقى عشان الكل يستفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.
دي طبعا شوكولات كريسب اللي بيقع ده. دي شكلها من جوه، ودي القطعة اللي احنا قطعناها. ده كده شكل التورتايه بتاعتنا من جوه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين عاليه قد ايه ومرتبه، شكلها حلو جدا اهي. ده للي كان عايز يشوف قطعه داخليه من التورته، عشان انا ما كنتش قطعتها في الفيديو. لو عايزين تشوفوا الفيديو للي ما شافوش هتلاقوه في الفيديو اللي قبل ده على طول، وكمان هتلاقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. هحطه لكم عشان تشوفوه، عشان اللي كان عايز يشوفه. ودي كده القطعه اللي احنا قطعناها اهي. اوريكم بس قد ايه طريه الكيكه بتاعتي. شايفين ما شاء الله، شايفين الشوكه بتمشي فيها ازاي اهي. بجد حاجه تحفه جدا، جميله جدا، ان شاء الله هتعجبكم. الشكل النهائي دي التورتايه بتاعتنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله. شايفين شكلها حلو قد ايه، يعني على قد ما قدرت زينتها تزيين بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده. وجيت هنا بقى في الجنب كده مرضيتش اعمل روزيتات كريمه، لان الطبق اللي انا حاطه عليه التورتايه بتاعتي صغير، فما كانش هينفع ان انا اعمل روزيتات كريمه، كان هيبقى شكلها مش حلو. ففكرت ان انا احط اللي هو الشوكولات كريسب ده. شكلها حلو جدا برضو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين ما شاء الله اهي، ده كده شكلها، ده شكلها رهيب ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. طبعا لو بتشتري تورتايه زي دي من بره هتكلفك كتير جدا، انت عملتيها في البيت بتكلفة قليلة جدا جدا. ان شاء الله هتعجبكم طعمها بإذن الله، ونتيجتها رائعة احلى من الجاهزة مليون مرة. شايفين اهي شكلها بيتكلم عن نفسها ما شاء الله. شكلها بسيط جدا ولكن شكلها